اوكي، فيديو جديد، تالت فيديو في كورس ازاي تبقى تاني احسن فريلانسر في العالم. والنهارده هقول لك على شويه حاجات لازم تهتم بيها في الخدمه بتاعتك. الناس برضه لما بتكلمني مش بيبقوا عارفين ازاي يسعروا الخدمه بتاعتهم، ايه الاسئله اللي المفروض يحطوها في الاي في كيو، ايه الاسئله اللي العميل مهتم ان هو يعرف اجابتها. هل المفروض ان احنا نرفع خدمه واحده، المفروض نرفع اتنين، هل المفروض نرفع خدمات كتير اصلا، ولا المفروض ان احنا نكتفي بواحده بس عشان يكون التركيز عليها. الفيديو برضه هيكون لذيذ، هيكون فيديو مختصر جدا. عاوزك قبل ما نبدا تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للشانل، تسيب لي كومنت تشجعني فيه وتقول لي عاوز تشوف الفيديوز اللي جايه. يلا بينا. اوكي، اول حاجه هنتكلم عنها التسعير بتاع الخدمه، ودي حاجه ناس كتير بتغفل عنها. ناس كتير بتبقى داخله اللي هو لا انا مستواي جامد، انا اجمد حد، انا لازم احط تسعير مناسب لمستواي. فيبقى هو اصلا لسه ما عندوش ريفيوز، لسه ما باعش ولا مره، وتلاقيه حاطط سعر مرتفع جدا. وطبعا غالبا العملاء مش بتجازف ان هم يشوفوا حد ما عندوش ريفيوز ما باعش لسه ولا مره ان هم يدفعوا في سعر عالي. فهنا بيكون عندك حل من الاثنين. طبعا في كل الاحوال انت المفروض تستخدم اقل سعر موجود في الموقع، وده الحل اللي كنا بنعمله زمان. بس حاليا كل المواقع فيها خدمه الباكجز، ان انت بتحط باكج مثلا رخيصه، باكج اغلى منها شويه ممكن تضيف فيها بي اس دي، باكج اغلى خالص ممكن يبقى التصميم فيها بروفيشنال اكتر، تصميم احترافي اكتر. وده الحل الانسب. ان انت ممكن مثلا تعمل باقه ستاندرد تحط فيها، انت مثلا بتعمل تصميم بيزك وبتسلمه زي ما هو بس بدون بي اس دي وبدون اي حاجه، مثلا في خلال سي مثلا يومين. تعمل ده مثلا باقل تسعيره في الموقع، اللي هي في كل المواقع بتكون $5. وبعدين تعمل باكج تانية ان هو مثلا هيكون تصميم بروفيشنال وهيكون برضو معاه البي اس دي، وتحط تسعير اعلى شويه مثلا 15 او 20، وتحط في ثالث باقه تحط فيها كل حاجه، ان التصميم يكون بروفيشنال، انك هتخلصه بسرعه بدل يومين هيبقى يوم واحد، وانك هتحط ملف البي اس دي او الاي اي على حسب انت شغال على انهي سوفت وير. فده بيدي فرصه للعميل ان هو يجربك، ان هو مثلا عجبه الشغل، عجبه الصوره المصغره انت حاططها، عجبه الكلام اللي محطوط. فهنا بيبقى عنده الفرصه ان هو يجربك، ان هو هيخش هيختار اقل باكج وهيجرب، هيشوف انت شغلك كويس ولا لا. ممكن بعدين يبقى ريبيت باير، ان هو يفضل بيجي لك كل شويه. والريبيت بايرز دول بيرفعوا الريت بتاعك على اي موقع. اي موقع لما الالجوريزمز بتشوف ان في عملاء بترجع لك اكتر من مره، بيبتدي ان هو يظهرك اكتر لعملاء تانيين. ده معناه ان شغلك كويس، ان في ناس بترجع لك، ان انت الكوميونيكيشن عندك كويس. لان برضو انت لو بتتكلم مع الناس بطريقه وحشه حتى لو شغلك كويس هو مش هيرجع لك تاني. ده بالنسبه لنقطه التسعير. نقطه مثلا الاف اي كيو، ايه الاسئله اللي الناس ممكن تكون مهتمه بيها. انا هنا كاتب شويه اسئله دايما بضيفها في الخدمات بتاعتي، زي مثلا وات كايند اوف سبورتس بوستر كان يو ديزاين، ايه نوعيه الرياضات اللي انت بتصمم لها سبورتس بوسترز. فانا مثلا هكتب ان الاجابه في الفوتبول والفولي بول والباسكت بول وحتى المصارعه، الام ام اي، اليو اف سي، كل الكلام ده بنصمم لكل الكلام ده. كل حاجه انت بتصمم بيها اكتبها. سؤال تاني زي مثلا do you only design for teams or also individuals، اللي هو انت بتصمم لفرق بس ولا بتصمم عادي لناس عاديه تصميم فرديه، وتكتب انت بتصمم لاي حد بيطلب الخدمه بتاعتك، مش لازم تيمز، مش لازم انديه. سؤال تالت زي مثلا will I get the design in high quality. في ناس مثلا تفتكر ان الخدمه البيزك ده انت مش هتبعت لهم الديزاين بجوده كويسه، لا هتكتب انك هتبعت الديزاين بجوده كويسه. سؤال كمان زي can I ask for revisions after the delivery، اللي هو انا ممكن بعد الدليفري اطلب ريفيجنز. تكتب ان مثلا متاح عدد تعديلات معين، في ناس بتحط 5، في ناس بتحط 10، في ناس بتحط unlimited، فاتس اوكي. سؤال كمان زي what files will I receive. في ناس مثلا عايز تعرف انت هتبعت مثلا الجي بي جي بس، هتبعت بي ان جي، هتبعت البي اس دي فايل. تكتب مثلا انك على حسب الباكج، ان الباكج الاساسيه انت بتبعت فيها الصوره بس، في الباكج اللي هي اكبر واحده انت بتبعت فيها البي اس دي كمان. وحبه اسئله ثانيه ممكن ابقى يعني احطها هنا او هنا في الايديت. واخر حاجه الاجابه على سؤال هل انا المفروض ارفع خدمه واحده ولا ارفع اكتر من خدمه. والحقيقه انا بروح مع الفريق بتاع ارفع اكتر من خدمه. مش طبعا ارفع يعني مليون خدمه، بس على الاقل اتنين. انك ما تبقاش رافع خدمه واحده، ده بيزود فرصك اكتر في الظهور. مش لازم يكونوا خدمتين مختلفتين، ممكن يكون نفس الخدمه بس هتغير الكلام شويه. ممكن بعد ما شات جي بي تي يعمل لك ديسكريبشن تقول له اعمل لي كمان واحد بس بصيغه مختلفه، هيعمل لك ديسكريبشن تاني. الصور المصغره تعمل ثلاثه تانيين وتحطهم، او حتى الثلاثه اللي انت حاططهم في الاولاني تحطهم في الثاني، بس تبدل الترتيب بتاعهم بحيث ان اللي تكون ظاهره هنا الصوره البرايمري الرئيسيه تكون مختلفه عن اللي في الخدمه الثانيه. وبس ده بيزود فرصتك في الظهور، وناس اكتر بتشوفك، بيجي لك امبريشنز اكتر، بيجي لك كليكس اكتر، وده بيؤدي انك هيجي لك اوردرز اكتر. بس كده دي كانت نهايه الحلقه. لو عجبك الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، سيب لي كومنت تشجعني فيه وتقول لي عاوز تشوف الفيديوز اللي جايه. تابعني هنا وتابعني على فيسبوك، تابعني على الانستا، تابعني على تيك توك، تابعني في كل حته. وبس كده.